بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا محمد أشرف خلق الله. وتعالوا شوفوا عملنا التورلي ده بإيه، بحاجة بسيطة جدا وسهلة. وأنا ما كانش عندي غير نص كيلو اللحم ده، دي لحمة راس يا جماعة، كانت عندي في التلاجة. وطبعا مثلا حد جه عندي بنتي ولا ابني، طب أنا هعمل ايه دلوقتي؟ نص كيلو مش هيكفي. شوفوا نص كيلو ولا عندي. رحت ايه بقى، رحت طلعت كل حاجة عندي في التلاجة. قلنا نعمل ايه؟ نعمل تورلي. عملت كده معلقة سمنة على 3 بصلات حلوين كده، عشان هو بيحب البصل الكتير، فاحنا بنحسس على البصل دلوقتي. كان البصل ب25 جنيه ما شاء الله. ال3 بصلات نص كيلو. وقطعت اللحمة مكعبات. اهي بصوا، قطعتها مكعبات. هي لحمة لسان على فكرة يعني، فهي كانت جميلة جدا. لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا ما بحمرش البصلة، انا بحط البصلة تتدبل ثواني. زي ما انتم شايفين كده. ومعايا ايه، كام فص توم. اعملهم كده ايه، هرسم كده بالهريسة. بيدوا ريحة برضو جميلة جدا وطعم للأكل. في ناس ما بتحبش التوم في الأكل، فده شيء يرجع لك. بس أنا عن نفسي بحب فصين التوم دول مع البصلة، بيدوا ريحة وتست، بيعلوا التست معايا في الأكل بجد يعني. بس هو هنشوح كده. ومعايا حبة الطماطم دول هم برضو يجي نص كيلو. ومعايا كوسة، ومعايا يعني حبيتين كوسة وحبيتين بطاطس، وده قرنين فلفل. نوصل وسلم بارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكان عندي حبة بسلة برضو في الفريزر. يعني أنا لميت كل حاجة عندي كانت في التلاجة اليوم ده والله العظيم. يعني هي بنتي بمال جد. طب أعمل إيه وكده؟ طب قلت والله لا أطلع وأعمل كده. أكلنا كلنا يا جماعة، أكل البيت كله نص كيلو لحم. لو أنت عملتيه أكل كده وجالك حد مش هتعرفي تتأكليه، لكن كده البيت كله أكل. وعندي الطماطم كده أنا ضربتها، تضربيها في الكبة أو في الخلاط. ويعتبر كله ده ني في ني، يعني يعتبر كل الأكل اللي قدامكم ده ني في ني. بس طبعا أنا حطيت عليه حبة بسلة، بس هو خد غلوة كده على البوتاجاز. وأنا كنت مسخنة، كنت نفسي تسمعوا الطشطش بتاع. مسخنة اللي هو الطاجن، مسخناه في الفرن، لازم أسخنه. حتى بص ما شاء الله بيغلي ازاي، عشان هو طالع سخن من الفرن. بس ورحت حطيته واستوى وطلع زي ما انتوا شايفين كده، وكان في منتهى الجمال. وعملت جنبيه رز بشعرية